جايلك النهارده بشويه منتجات قمر ورخيصه جدا بس نينجا. الروتين ده كله ما عداش ال 100 جنيه. هقولك ازاي تاخدي شاور وتطلعي ريحتك بتنور، شكلك بينور وريحتك تحفه جدا، ورايح حلوه رايحه ورايح حلوه جايه، والناس كلها هتسالك ايه سر الريحه الحلوه. اول حاجه هتخشي تاخدي الشاور تخلي الحمام مليان بخار. ابدأي ادعكي جسمك وافركيه. يا ريت تعملي سكراب للجسم حتى لو مش هتعملي ازاله شعر. السكراب بيبقى بسكر وقهوه وشويه زيت زيتون، وابدأي ادعكي بيهم جسمك. بعد كده نزلي الحاجات دي على جسمك، وابدأي استخدمي الشاور جيل ده من ريفلي. على فكره حلو جدا. حطيه على الليفه اللي هي الناعمه مش الخشنه، حطيه كده من غير حاجه. حطيه في كل الاماكن في جسمك، بيخلي ريحه الجسم حلوه جدا. وبيسيبها فتره على فكره، مش اول ما بتطلعي الريحه بتروح، لا بالعكس. دي الازازه التانية ليا، انا مجربه كل الروايح منه. هو كويس وفي نفس الوقت سعره مناسب، ما تعداش ال 100 جنيه. الازازه دي ب 70 جنيه على فكره، وفي الاصغر منها بس انا ما لقيتهاش. فبتقعد معايا ممكن شهر ونص ولا حاجه. ممكن تستخدميه على طول وبرده مش هتخلص، لان هي حبه منه بيعمل رغاوي كتير قوي، وهيقعد معاكي فتره طويله. اطلعي بقى من الشاور، ابدأي بقى حطي جسمك اماكن النبض، ورا ودنك، عند ايدك، حوالين السره، اي مكان انت في ثنايات الجلد، حوالين الكوع. ممكن تحطي مسك الطهاره ده. مسك الطهاره ده على فكره ده المضروب مش الاوريجينال. انت لو عايزه تجيبي الاوريجينال هاتيه، ده مش هيقول لا. لو الدنيا حلوه هاتي الاوريجينال، لو خلاص في اخر الشهر هاتي المضروب. المضروب ده ب50 جنيه، هتلاقي الاوريجينال بقى ب200 او 300 جنيه. بس انا بالنسبه لي هما الاتنين بيقضوا نفس الغرض. لو الاوريجينال ممكن يقعد معاكي اسبوع، ده يقعد معاكي يومين، وهتاخدي شاور تاني وهتعيدي روتين تاني. مش هنختلف يعني على حاجه. حلو جدا. بتحطي هنا وهنا وكل اماكن النبض يعني، هيخلي ريحتك حلوه جدا. وممكن تحطي منه كمان في الملابس الداخليه. طب ما لقيتش ده اعمل ايه؟ ممكن اجيب مخمريات. المخمريات دي موجوده في كل محلات مستحضرات التجميل. بصي اهي، حلوه جدا اهي، موجوده في كل المحلات. دي بقى ب35 جنيه، يعني دي ب35، ده ب70، مسك الطهاره ب50. فالروتين كله ما دخلش معاكي في 100 جنيه. بصي قوامها كريمي قوي من جوه، بتدهن، بتطلع ريحه حلوه جدا جدا جدا، وبتفضل ثابته معاكي طول اليوم. ممكن تحطيها وانتي نازله الصبح رايحه شغلك، رايحه تودي الولاد المدرسه، تحطي منها كده برده هنا في اماكن النبض. بتدي ريحه جميله جدا. انتي بتسلمي عند حد وانتي بترفعي ايدك، كل الروائح دي بتبقى طالعه. وهو طبيعي ان ريحه البنت تبقى حلوه في كل الاوقات. امشي على الروتين وهتتبسطي جدا. ولو في اي حاجه سيبها لي في الكومنتات وهرد عليكي. وعشها صح. لو اول مره تشوفيني اعملي لي متابعه ولايك وشير، واعملي لي سيف لي الفيديو على تيك توك واعاده نشر برضو على تيك توك، وابعتي الفيديو لصاحبتك عشان هي كمان تستفاد. ونعيشها صح.